بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي همسة ووصفة. اليوم جبت لكم وصفة كروكي سنيوة ماربغي مع مكون سري يخليه يجي هايل ويزيد له في البنة ويجي يتفتت. أروحوا معايا نبداو نشوفوا المقادير. نبداو بسم الله. عندي 8 حبات بيض صغار ولا 6 كبار، عندي كاس سكر، كاس ونص زيت، عندي مبشور حبة قارص دو بريفيرونس يكون خضر، عندي قرصة ملح لافاني، عندي 2 باكيات تاع لا لوفور نديرهم في كمية تاع لا فارين هكذا باش كي نغربلهم على جيه، وعندي المكون السري اللي هو ساشيه فلون تاع لافاني. فوالا هكذا. نبداو بسم الله. نبداو نحطو كلش في دون ريسيبيون، نحطو البيض، نحطو عليه السكر، المغرف تاع لافاني، قرصه تاع الملح، نحطو لو زيت تاع القارص، ونحطو عليهم الساشيه تاع لو فلون. هنايا الكاس تاع السكر نديروه ناقص الصبع، اخاطش لو فلون هذاك فيه السكر باش تجينا الحلاوه سوا. نديرو الزيت ونجيبو لو بغا ميكسور نجو نرحوهم كامل. هنايا لو بوت تاعنا ماشي باش نطلعو الخليط، هنايا لو بوت تاعنا باش يترحلنا يذوب لنا كامل هذاك السكر وما يقعدش دي غرومو في لابات هكذا. نسيو نرحوهم كامل حتى نشوفوا لا كولور تاع الخليط تبدلت بياضت، باش نبداو نزيدو لا فارين اللي فيها لا لوفور. في الاول نحركو غير بالفوي باش تدخل مليح لا فارين تاعنا في هذاك الخليط، ونبداو نزيدو غير بشويه لا فارين هكذا بهذه الطريقه. ومن بعد كي نشوفوها بدات تتلم شويه نبداو نخلطو بيدنا، نزيدو لا فارين ونخلطو بيدنا فوالا بهذه الطريقه حتى نوصلو للقوام المطلوب. فوالا ما نخلوهاش تيبس لنا بزاف هذيك لاباط، العجينه تقعد تتلاصق، كي نحطوها في السنيوه نفرغوها، ما نقدروش نلمدوها بهذه الطريقه. هذا هو القوام المطلوب. من هذه ما نزيدولهاش لا فارين هكذا، هاي ليك لازم يكون هكذا. نجيبو السنيوه تاعنا لي ديمونسيون تاعها 30 على 40. الا درتوها ناقصه على هذه تجيكم هذه لا كونتيتي عاليه على واش شفتوا. فوالا نديروا لها الزيت، ندهنوها مليح بالزيت، نفرغوا الخليط تاعنا، نعاونوا رواحنا بالزيت، نشمخوا يدينا بالزيت، نفتحوها. نجيبوا هنايا كاكاو نحطوه في السداده ولا باسواغ، نجو نغربلو كاع هذاك الكاكاو فوق هذيك لاباط اللي فتحناها، ومن بعد نعاودو نروليوها بهذه الطريقه. فوالا هكذا باش نديرو هذاك اللي فيه ماربغي. فوالا نروليوها كيما هكذا، كل ما نروليو اكثر كل ما لو غاتو تاعنا يجينا ماربغي اكثر. فوالا بهذه الطريقه، ونعاودو نلمدوها في لي دو كوتي الاخرين. فوالا كل ما نشوفوا العجينه بدات تتلاصق في يدنا نعاونوا رواحنا بالزيت ونكملوا نفتحوا بهذه الطريقه، ونعاودوا نفتحوها كومبليتمون على السنيوه. هنا نكونوا شعلنا لو فور تاعنا وخليناه يسخن على 180 درجه. نسووا السطح تاع لاباط تاعنا بلاكوبات حتى يتسوى مليح خاطش هنا باش ما طيبناش كوتي طالع وكوتي هابط. نحطوها طيب حتى نشوفوها تحمرت في لي كوتي ونخرجوها. هنا نذوبوا شوكولا بلون، نديروا لها 2 مغارف زيت، نذوبها مليح ونجي نحطها فوق السطح. انا هنايا طيبتها بيضه، اللي يحبها تقرمش بلوس يحمرها مليح، واللي يحبها تجي طريه وخفيفه يطيبها بيضه. نجيبو شوكولا بلون تاعنا نسووه على السطح. هنايا شوكولا بلون راهي قعدت لي دي غرومو، النوع تاع الشوكولا ماشي مليح بصح لو ديكور اللي حنديرو ما ياثرش عليه. فوالا نجيبو الشوكولا اولي ولا شوكولا نوار نديرو بها خطوط هكذا، ومن بعد نجيبو اون سباتول ونبداو نديرو هذه الحركه على كامل السطح تاعنا باش يعطينا هذاك لي في ماربغي. فوالا بهذه الطريقه هكذا. ومن بعد نجو نكوبيوها وهي مازالت ما بردتش هذيك الشوكولا، اخاطش سينو الشوكولا تاعنا تتشقق.
فوالا نكوبيوها وهي مازالت ذايبه بهذه الطريقه. انا هنايا حنقطعها دي لوزونج مقروطات، واللي يحب يديرها كاري، اللي يحب ثاني ما يديرلهاش شوكولا. هذا انا درت لو ديكور هذا ماربغي باش تجي مع الكاطو تاعنا من داخل ماربغي. اللي يحب يديرلها غير لا كونفيتور ولا نوا د كوكو، اللي يحب يديرلها الكاوكاو ايفيلي ولا لوز ايفيلي من الفوق كيما تحبوا ديكوريوها. فوالا الكاطو تاعنا هاولي كيفاه جا، هاي لي كلي في ماربغي. فوالا ومن داخل يجي مفتت ويجي طري، يجي هايل. وبنتو هذاك لو فلون يعطي له واحد البنه هايله. اللي وصلت معايا لهنا ومازال ما اشتركتش في القناه، نقول لك ديري لي ابوني، ديري لي جيم، ان بيتي كومونتير، وبارطاجي الوصفه مع صحباتك. هذه هي الوصفة تاعي تاع اليوم. وصلنا لنهاية الوصفة، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، ان شاء الله تجربوها وتعطوا لي رايكم فيها. والى وصفة اخرى، استودعكم الله.